مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم كما ترون يصل المعتصم ديال الإضراب المفتوح عن الطعام يومه السادس في ظل واحد الصمت ديال السلطة التنفيذية، وفي ظل واحد التواطؤ مفضوح ديال مجموعة ديال المؤسسات اللي ما قدراتش انها تفعل الادوار ديالها باش انها تعطينا حلول لهذه الازمه اللي خلقات وزاره العدل من خلال الامتحان التي شابته مجموعه من الخروقات وطبعه الفساد. حد الان لا يوجد أي تفاعل من طرف أي مؤسسة في هذا الأمر، مما يجعلنا نستحضر هاجس الثقة في هذه المؤسسات، ونتساءل هل هناك تواطؤ في هذا الملف؟ هل السيد وزير العدل يضغط على هذه السلط؟ اليوم ومن خلال مجموعة ديال المعطيات اللي حاولنا أننا نأكدوها في الندوة الصحفية، تكلمنا على المسألة اللي تتعلق بالوضعية الصحية ديال مجموعة ديال المضربين على الطعام. هذه الخطوة هذه اللي حنا في نقاش مع حاليا مع الإخوان اللي هما اختاروها كفعل تصعيدي، اللي حنا كنا في البداية تنرفضوه على أساس أنه تيمس بالسلامة الصحية والجسدية اللي كما تتعرفوا في الحق في الحياة فهو أسمى حق من حقوق الإنسان، فهذا ما يمكنش أننا ندخلوا في هذا الفعل، ولكن دائما في إطار احترام ديالنا المواقف ديال الزملاء والإخوان ارتأينا أنه نبقاو فاتحين النقاش معهم، إلا أنه تبين من خلال هذه المدة ديال 6 أيام أنه كاين واحد مجموعة ديال الإخوان اللي داروا الإضراب عن الطعام ودخلوا في أعراض صحية اللي كانت عندها تبعات على المستوى الصحي والسلامة الصحية ديالهم. عندنا تقريبا واحد 4 الاشخاص بالاضافه لواحد طالبه متضرره لمضربه على الطعام كذلك اللي دخلت حتى هي المستشفى ديال لاله عيشانه بتماره، وكانوا اجراءات كذلك على مستوى مستشفى ديال السويسي قسم المستعجلات اللي قضينا فيه ليلتين بكاملهما على اساس اننا نشوف الوضعيه الصحيه ديال واحد الطالب اللي ممكن تدهورات الحاله الصحيه ديالو.